اكيد اغلبنا لاحظ اخر فتره ربط المحتوى التحفيزي والموتيفيت بالجيم، وان معظم فيديوهات التحفيز بقت بتيجي من عند الرياضيين او مدربين كمال الاجسام او الابطال، وان بقى في دايما كده علاقه بين الجيم والتحفيز والنجاح والسعي والكلام ده. طب هو هل فعلا في علاقه بين المحتوى التحفيزي والجيم؟ ولو فعلا في علاقه، فالعلاقه دي ازاي اتكونت واتبنت اصلا؟ خلينا كده نتفق في اول الفيديو على ان اعتمادك على التحفيز لوحده كدافع ليك انه يحركك ناحيه شغلك او اهدافك، فده اكبر غلط انت ممكن ترتكبه في حق نفسك. وفكره بقى انك تخش الفيديو او الدوره من دول تحس انك اسد وانك رقم واحد على كوكب الارض ومفيش منك اتنين وهتكسر الدنيا. انا رقم واحد في كوكب الارض. انا رقم واحد في كوكب الارض. وتحس كده بطاقه غريبه وانك عايز تكسر الدنيا، وتقوم تاني يوم تلاقي نفسك زي ما انت محلك سر، زي ما بيقولوا كده رجعت ريما لعادتها القديمه، وتحس ان انت عايز تعيد الفيديو تاني، زي ما تكون كده بقت خلاص جرعه يوميه ليك لازم تاخدها. تقوم تسمع فيديو تحفيزي فتحس بشويه نشاط وحيويه والدوبامين عندك يعلى، فتشتغل شويه على نفسك فتحس بانبساط، وترجع تاني يوم تحس بانجاز فترجع تاني نايم، وترجع تاني تعيد نفس السايكل كل يوم. ولو الفيديو كان جامد حبتين يعني فممكن تدفع اشتراك الجيم او تجد في شغلك تاني يوم، وتالت يوم عادي برضه ترجع تاني زي ما كنت. وده ان دل على شيء فهو يدل ان التحفيز ده زيه زي الشراره، حاجه بتضيق بسرعه جدا وبتطفي في نفس اللحظه، حاجه كده من الاخر لحظيه لا يعتمد عليها. وعشان تعرف تنجز وتنجح في اي شيء عموما، سواء بقى في شغل في تمرين في اي حاجه، لازم يكون عندك دايما قدر كافي من الالتزام والصلابه النفسيه اللي تؤهلك انك تنجز الشيء ده تحت اي ظروف بقى، سواء بقى سامع فيديو تحفيزي، متفرج على دوره، مطبق بقالك يومين، عندك ضغوطات في الشغل، كل ده احنا مالناش دعوه بيه، انت عندك شيء محدد لازم تنجزه وفي وقت محدد. وصدقني هو مش من المسؤوليه خالص انك تكون معتمد على شيء تحفيزي او على حاجه ان هي تحركك، انت المفروض بتتحرك ناحيه اهدافك وطموحاتك عشان انت عايز توصل للشيء ده. بس برضو احنا ما ردناش على السؤال، ليه معظم الفيديوهات التحفيزيه بقت بتيجي بالاخص من الرياضيين وبتوع الجيم؟ ممكن منكم اللي يقول عشان محتوى سهل واي حد ممكن يعمله، او عشان يعلوا الريتش، ولكن في الحقيقه هو مش ده السبب. الموضوع ملوش اي علاقه بالميديا او الريتش، الموضوع ليه اسباب تانية خالص، وتعالى اثبت لك كلامي. اكيد قبل كده لو دخلت الجيم او لعبت اي رياضه عموما سواء لعبه فرديه او جماعيه، فاكيد انت شفت الشخص ده مره او اتنين على الاقل. شخص كده بتلاقيه هو مش كابتن ولا صاحب الجيم، هو متدرب ولاعب زيه زيك، ولكن هو عايز ينقل لك كل خبرته. تلاقيه كل ما يعدي من جنبك يقعد يقول لك عاش يا وحش استمر، او يجي يساعدك في وزن، عمال يقول لك خبرته ونظامه الغذائي وكل ايه وما كلش ايه، بيوريك صوره ايام ما كان تخين او مش فورمه، ودلوقتي بعد ما بقى فورمه وليه شيب كويس. ومع الوقت برضه تلاقيه عمال يقول لك كلام تحفيزي زيه بالظبط زي بتوع السوشيال ميديا، وعمال يقول لك شد اكتر يا كابتن، واضغط على نفسك، وعلي اوزانك، وكتر من عدد وجباتك. وكل ده تاني انا باكد ان هو بيعمله بدون مقابل، مش مستني منك اي حاجه تدفعها او اي شيء تقدمه له. طب هو ليه ده كمان بيعمل كده زي بتوع السوشيال ميديا؟ لانه ما عندوش سوشيال ميديا او ريتش او مهتم باي حاجه من الحاجات دي. قبل ما اقول لك هو ليه هو كمان بيعمل كده، اتمنى اكون ثبت لك ان الموضوع ملوش علاقه قوي بفكره السوشيال ميديا او الريتش، على قد ما هو له علاقه بالمود او الجو العام بتاع التمرين والجيم. بعد شويه بحث له علاقه بالموضوع عرفت ان ده ليه سببين، السبب الاول هو فكره السلوك الادماني، والسبب الثاني هو فكره انك دايما عايز تعلي على نفسك في الاحساس بالالم. مش مجرد بتحس بالالم، لا انت كمان عاوز تعلي على نفسك في الاحساس ده. وخلينا نبدا باول سبب الا وهو الادمان، وبالاخص الادمان السلوكي. خليني في الاول كده اعرفك ان في نوعين من الادمان، ادمان كيميائي وادمان سلوكي. الادمان الكيميائي ده هو ادمانك لماده كيميائيه معينه، زي مثلا كده النيكوتين والكحوليات واي ماده كيميائيه. والنوع الثاني بقى هو الادمان السلوكي. نمسك في الادمان السلوكي ونسيب الكيميائي الحلقه ثانيه. خلينا متفقين ان اي شيء انت بتعتاد عمله بشكل يومي وبشكل لا واعي فهو يعتبر عاده، سواء بقى عاده كويسه عاده سيئه، فده مش موضوعنا، هي الفكره ان الشيء ده بقى عاده. طب امتى بقى نقدر نقول على العاده دي ان هي بقت سلوك ادماني؟ تقدر تقول ان السلوك ده بقى سلوك ادماني في حالتين. الحاله الاولى انك بقيت بتعمل الشيء ده بشكل قهري، بتعمله غصب عنك، لانك لو ما عملتوش مش عارف تركز لا في شغل ولا في تمرين ولا في اي حاجه، وبتفضل تقول لنفسك انا لو عايز ابطله في اي وقت ابطله ومفيش مشكله، وما بتعرفش تبطله اكتر من يوم، فهو هنا السلوك ده بقى سلوك قهري، فهو يعتبر ادمان. والحاله الثانيه اللي بتيجي مكمله على طول الحاله الاولانيه هي دايما البحث عن الاستزاده من الشيء ده، دايما كده عايز تعلي الجرعه، مفيش جرعه معينه بتقف عندها. وانا هنا مش عايزك تتوه مني وتنسى ان احنا بنتكلم عن سلوك مش عن مخدرات او حاجه كيميائيه، فخليك على يقين ان الحاجتين دول لما بيتجمعوا في اي شيء مبروك انت كده بقيت مدمن. طب الكلام ده كله ايه علاقته بموضوع حلقه النهارده؟ بص،
فكره انك تتخلص من عاده سيئه كنت بتعملها يوميا بشكل متكرر، عاده مثلا في اكلك زي ان اكلك دايما من بره وبتاكل جانك فود، او عاده في نومك زي انك دايما بتسهر وبتنام عدد ساعات قليل، او التدخين، او عاده كده ولا كده ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني. ففكره بقى انك بتقدر تتخلص من العاده دي بتعمل لك زي احساس كده او شعور بالانتصار، وبتحسسك انك قادر تتخلص من اي حاجه وحشه انت بتعملها في حياتك، وفي نفس الوقت قادر كمان تبني اي عاده تانيه جيده او حاجه كويسه في حياتك. كلنا متفقين ان اكبر انتصار انت ممكن تعمله في حياتك هو انتصارك على ذاتك وعلى نفسك الاماره بالسوء. وبعيدا كمان عن لذة الانتصار والاحساس الحلو اللي انت بتكون لسه حاسه وانت طالع من حاله الادمان اللي انت كنت فيها، فالسلوك الادماني بيخلي دايما عندك احساس بالاستزاده، وانك عايز تعلي الجرعه في اي حاجه بتعملها، سواء بقى في شغلك، في تمرينك، في علاقاتك، حتى في اي شيء انت بتعمله عايز دايما يكون عندك نوع من الاستزاده وانك بتعلي على نفسك في الشيء ده. والكلام ده مش مجرد كلام بيتقال هنا او اجتهاد مني وخلاص، لا ده بالفعل في بعض الشركات في اوروبا وامريكا بتطلب في تعيين شركاتهم اشخاص قبل كده كانوا بيعانوا من الادمان او كان عندهم سلوك ادماني، وده لان الشركات دي بتكون عارفه كويس جدا ان الشخص ده بدل كان عنده قدر كافي من الالتزام والصلابه النفسيه انه يبعد عن حاجه كان مدمنها، وفي نفس الوقت لانهم عارفين ان الشخص اللي هيعينوه ده شخص اتعود على الطموح، وشخص بطبعه هو بقى دايما عايز يعلي ويستزيد من اي شيء بيعمله، فبيكونوا عارفين ان هيكون عنده قدر كبير جدا من الالتزام بشغله، وفي نفس الوقت لانه دايما عايز يستزيد ويعلي الكيرف بتاعه. وممكن بعد ما تخلص الفيديو وتحط عليه اللايك التمام تخش تعمل سيرش وهتتاكد ان فعلا في بعض الشركات لازم تعين ناس مدمنه، وبيطلبوا انك تجيب اثبات او شيء ياكد فعلا انك كنت مدمن. فلو انت بقى بتعمل عاده كده ولا كده فاحب اقول لك اطمن، بس ما تطمنش قوي وتروح تقول لاهلك انا خلاص كده انا هتعين في شركه انترناشونال في اوروبا ولا في امريكا دول اللي بياخدوا الناس المدمنين. لا، احنا قلنا ان شرط انك لازم تتخلص من العاده دي او من السلوك ده عموما، وتحولها من شيء كان ممكن يضيعك ويوديك الى القاع لشيء تاني خالص جواك مخلي دايما عندك احساس بالاستزاده وانك عايز تعلى بالكيرف بتاعك، وانك من الاخر كده ما بتشبعش ولا طموحك بيوقف. ونفس السلوك الادماني ده بيبدا يحصل لك لما بتمارس رياضه، ثم مع الوقت تتحول عندك لعاده، وبعد كده تبدا تتحول لادمان. بس خلي بالك ده هنا يعتبر ادمان جيد لانه بيخليك مش قادر تبطل تمرين او رياضه لاكتر من اسبوع، وبتفضل كمان طول الاسبوع ده كده حاسس بلخبطه وحاسس ان انت مش على طبيعتك وان اكلك مش مظبوط ولا نومك مظبوط. ويا سلام بقى كمان لو الحاجه عامله اكله فيها شويه بروتين عاليين شويه، عامله صدور فراخ كده ولا حاجه، تلاقي نفسك مستخسر في نفسك الاكل، اللي هو انا هاكل كميه البروتين دي كلها ومش هتمرن، ده انا هخسرها فيها الاكل. سلام، انا ماشي. وبعد كده بيجي على طول الحاجه اللي لسه قايلين عليها ان هي بتيجي مكمله لاي سلوك ادماني، الا وهي الاستزاده. تلاقي نفسك دايما عايز تعلى باوزانك وتكتر من عدد وجباتك، وكل اسبوع او كل شهر تحط لنفسك هدف جديد انك عايز تكسر وزن. ونفس الكلام ينطبق لو كنت بتلعب لعبه قتاليه او اي رياضه تانية، تلاقي نفسك دايما عايز تلعب عدد مطوشه كتير، وعايز تخش لقاءات وديه كتير، وعايز قبل البطوله بتاعتك تشد اكتر في التمرين، دايما عايز تعلي على نفسك. وكل ده بيخلق عندك شعور كبير جدا بالثقه بالنفس والاحساس بالانجاز والسعاده، وتلاقي نفسك غصب عنك كده عايز تشارك ده مع كل الناس اللي حواليك، سواء بقى في الجيم، في المدرسه، في الكليه. انت عايز تعرف كل الناس اللي حواليك بقد ايه انت شاطر وبتعرف تكسر اوزان وبتعرف تعلي على نفسك رغم ان انت حاسس بألم. فعشان كده الشخص ده لما بيكون مر بالكلام ده لمده طويله وقدر فعلا يصبر على نفسه لحد ما يلاقي نتائج ويحصدها، فالتجربه اللي هو مر بيها على مدار الشهور او السنين دي لانه اتمرس في اللعبه بتخلي دايما كده عنده نوع من الاندفاع، وان قدراته دي ما بتخلصش، وهو بيكون فعلا معاه دليل واثبات على كلامه ده، وتلاقيه طالع عمال يقول لك قوم واشتغل ودوس على نفسك، وانت اللي مش عارف قدرات نفسك، ودوس بس واصبر على نفسك وبعد كده هتلاقي نتائج بعدين. وهو بيكون بيكلمك من كل ده من واقع تجربته القديمه، فعشان كده تلاقيه بيكلمك باندفاع لانه عايز يحكي لك قصته اللي هو مر بيها وقد ايه هو شاطر وعرف ينجز ده ولقى نتيجته عليه، وفي نفس الوقت عاوزك انت كمان تمر بده وتعرف نتيجته عليه، بس يكون هو جزء او سبب في انه خلاك تعرف تمر بالتجربه دي. لما تلاقي فيديو الكابتني وكابتنك وكابتن المجال كله كابتن صلاح سليم طالع فيه بينصحك انك تشتغل وتدوس على نفسك وبيقول لك شويه كلام تحفيزي، فهو هنا مش طالع عشان يلم ريتش او يحقق شهره ونجاح، هو كده كده الله اكبر عليه محقق الشهره والنجاح في 7-8 شركات تانيين، بس هو هنا بيكون طالع يقول لك تجربته وخبرته واللي مر بيه، وعايزك انت كمان تمر بيه بس بطريقتك وبتجربتك انت الخاصه. ويقيس بقى على كده كل الشباب الموجودين بيقدموا محتوى رياضي وفي نفس الوقت كل شويه بيطلعوا يقولوا لك كلام تحفيزي وعبارات تحفيزيه، هو برده مش هدفهم الريتش والمشاهدات وخلاص. فزي ما قلنا في اول الفيديو مش عيب انك تسمع محتوى تحفيزي ولا غلط اللي هم بيعملوه، ولكن العيب فعلا انك تعتمد على المحتوى ده ان هو يحركك.